وتكافؤ كبير جدا في المواسم الأخيرة. الموسم الماضي اتعادلوا هنا 1-1 وفي القاهرة أيضا 1-1. كرة عالية، أحمد علي يلمس، جودوين يكمل، حمص وجودوين، تتلعب إلى حمص تاني، مايسترو الدراويش ورمانة الميزان في نص الملعب، لكن اتقطعت. أيمن أشرف، مشكلة في مركز الظهير الأيسر. حتى أيمن أشرف اللاعب الشاب ده كان في شكوك حول مشاركته الإصابة. وسيد معوض طبعا كان حسام بدري. ادي كوره من فرانسيس، لكن يتدخل حمص في توقيت رائع جدا، طلع الكوره. يعني سيد معوض كان حسام بدري لا يريد ان يشركه، فكانت اصابه ايمن اشرف مشكله كبيره، لكن موجود ايمن وبالشارع. ضربه ركنيه النادي الاهلي. احمد فتحي طبعا مع رحيل جilberto قبل بدايه الموسم. احمد فتحي يلعبها عاليه جوه منطقه الجزاء، فرصه للتعادل. جول! الفتى الزئبقي بركات. نعم، هو ملك الحركات، بالقدم اليمنى بالقدم اليسرى يسدد يسجل، يتعادل للنادي الاهلي بعد 35 دقيقه من الفرحه الاسماعيلويه. ياتي بركات ويسجل التعادل للأهلاوية. الفرحة الآن من نصيب الجمهور الأحمر، الفرحة الآن من نصيب جمهور النادي الأهلي بهدف التعادل اللي سجله الزئبقي بركات. تواجد في مكان رائع جدا. ادي الكرة والضربة الركنية والدربكة والارتباك، وبقدمه اليسرى في سقف المرمى. شوف الكرة وصبحي بيبص، صبحي يكتفي بالمشاهد. صعبة جدا لانها من مكان، شوف من داخل منطقة الجزاء، وقوية جدا. وبركات وكأنه منشنها، شوف رايحة بالشمال ولفة ورايحة في زاوية صعبة جدا على الدفاع. والزحمة، الزحام الرهيب اللي امام صبحي ده منعه من ان هو يشوف الكرة رايحة فين اصلا، ما شافهاش غير في الشبكة. محمد بركات يتعادل وتسلل جديد على النادي الاهلي. 1-1 كما كانت النتيجة من 24 سنة في بطولة 86 اللي لسه كنت بتكلم عليها، وكما كان الحال في مباراة الدوري الموسم الماضي هنا وهناك في الإسماعيلية والقاهرة. ماذا سيفعل الإسماعيلي؟ ادي جودوين يلعبها جميلة ناحية اليمين لصديق، وصديق عرضية وفرصة تاني وهدف تاني. الرد سريع وفوري وحاسم. أحمد علي بعد أقل من دقيقتين على تسجيل بركات التعادل. نعم، هو الهدف الأول لأحمد علي. نجم الدراويش يسجل أول أهدافه الأفريقية، وحتى في الدوري لم يسجل ما زال. ابتسمت الكرة أخيرا لأحمد علي. أحمد علي تساءلت منذ قليل متى تبتسم الكرة لأحمد علي. ابتسمت في الدقيقة 36، سجل هدف ثاني بعد أقل من دقيقة على تسجيل بركات هدف التعادل. عرضية روعة من أحمد صديق، ومتابعة وختام أروع من أحمد علي في غفلة من دفاع النادي الاهلي، وصعبه على احمد عادل عبد المنعم هذه المره. شوف الكره صعبه جدا جدا، واحمد علي رايحه ارضيه زاحفه في الزاويه اليمنى الارضيه. واحمد علي اول اهدافه سجل مع المنتخب في المباراه الوديه امام الكونغو، لكن مع الاسماعيلي لم يسجل. احمد عادل عتاب شديد اللهجه لمدافعيه، لان الكره زي ما شفنا مرت منهم كلهم. 3 اهداف في شوط اول ممتع ومثير في فترات كثيره وفي احيان كثيره في هذه المباراة بين الأهلي والدراويش. تدخل عنيف من أحمد فتحي وإنذار أول، وثورة من جمهور الإسماعيلية على فتحي نتيجة هذا التدخل. اشتعلت الأجواء فجأة. لم يفرح الأهلاوية طويلا بهدف التعادل لبركات. جه هدف احمد علي. ادي احمد سمير فرج، دخول عنيف بالفعل من احمد فتحي مع احمد سمير فرج. هو داخل على الكرة طبعا. فتحي 2 زملاء وكانوا في المنتخب، والاجواء لا مشاكل، لكن هو الحماس حماس ملعب. وفتحي زي ما قلت بيحاول انه يخلق جبهة خطيرة في الجبهة اليمنى دي، لكن واقف له عبد الله السعيد وعبد الله واحمد سمير فرج.
انفعل فتحي ودخل بطريقة فيها قوة زائدة. وبالتالي يستحق الانذار. خارج الملعب، لا، في صفارة من حكم اللقاء. ضربة حرة للنادي الاهلي. احمد السيد، احمد السيد كابتن النادي الاهلي، لكن النهارده شوقي هو الكابتن. احمد فتحي وطبعا في حسام غالي احد كباتن الفريق الاحمر. شهاب ينطلق، شهاب يدخل في الزحمه وسط اثنين، وفي النهايه حكم اللقاء يحتسب عليه خطأ. يعني مش غريبه ان جيروم دامون حكم الجنوب افريقي يقود لقاء الاسماعيلي والاهلي. غالبا في لقاءات الاهلي والاسماعيلي او الاسماعيلي والاهلي غالبا ايضا بيتم الاستعانه بحكام اجانب، حكام غير مصريين. يعني جيروم دامون يحتسب ضربه حره على شهاب لمصلحه الاسماعيلي. 3 اهداف في 36 دقيقه، وصلنا للدقيقه 40 والاسماعيلي ما زال يبحث عن هدف ثالث. الان عرضيه راسيه لكن ينقذها الدفاع. ترجع ثاني فرصه للتسديد من صديق، واحمد عادل عبد المنعم على مرتين، ولم تكن هناك متابعه من جانب جودوين او احمد علي. اماميه لفرانسيس، مستسلم لدفاع الاسماعيلي. فرانسيس تتلعب، تصل لطلعت لفرانسيس، تاني الى محمد شوقي. فرانسيس ناحيه الشمال، عرضيه خطيره جوه منطقه الجزاء، يبعدها شادي. فرانسيس يضغط ويجيبها من جديد، يعيدها الخلف الى شوقي. شوقي يعكسها جميله جدا الى شكري. بركات صاحب الهدف، تصل لبركات، تاني بركات لشهاب، هيسدد شهاب بيحرجم على تسديده كده وناوي يسدد، لكن قطعوا الطريق امامه، قفلوها قدام شهاب. تلعب الى حمص والهجمه المرتده الى احمد سمير لاحمد علي في مساحه، لكن شريف عبد الفضيل يقفل هذه المساحه ويطلع الكره، ما يلحقهاش احمد السيد وتخرج الى رمي التماس. الايقاع عالي جدا، الايقاع ارتفع، هدفين في دقيقتين والاسماعيلي متقدم. وادي احمد سمير فرج، عرضيه ثاني لكن يبعدها الدفاع، تصل الى بركات اماميه وفرانسيس، والدفاع الاسماعيلاوي وتحديدا ده احمد خيري، خلصها كويس احمد خيري، وتعود للحارس محمد صبحي من جديد. نادي القرن الافريقي النادي الاهلي، الشياطين الحمر، نادي مدمن بطولات، حتى في اسوأ حالاته يفوز على الاقل ببطوله كل موسم، بينما الاسماعيلي كما قلت يريد توديع البطوله وهو مرفوع الراس. وما اكثر ما يدعو لرفع الراس اكثر من الفوز على النادي الاهلي في ختام مباريات هذه المجموعه. النادي الاهلي صاحب المقام العظيم في هذه البطوله ب6 ألقاب، بخلاف الألقاب الأخرى الأفريقية أيضا. ولو تطرقنا الألقاب المحلية مش هنخلص، هنحتاج 5-6 مباريات عشان نحكي ونتكلم عن ألقاب النادي الأهلي الكثيرة والعديدة. الإسماعيلي عبد الله السعيد يلعبها في مساحة أطول من اللازم، لكن يجري عليها جودوين يعمل مجهود كويس، ويدخل أحمد السيد بقوة ويطلعها إلى ضربة ركنية. يعني حتى مع غياب النجوم وغياب الأسماء في النادي الأهلي زي ما قلنا، لكن كتير من اللاعبين الموجودين في تشكيل النادي الأهلي في ملعب المباراة الليلة محتاجين يأكدوا حضورهم، محتاجين يثبتوا وجودهم. أحمد عادل يطلع ويمسك على طول. من هنا جاي الحماس، جاي السخونة والإثارة في هذه المباراة. وكما قلت دائما مهما كانت الظروف، دائما مباريات الإسماعيلي والأهلي لها طبيعة خاصة جدا. خارج الملعب ورمي التماس أو ضربة ركنية، عفوا ضربة ركنية النادي الأهلي، هتلعب بالقدم اليسرى من شكري برجله الشمال للمساعد إنوك موليفي. شكري يلفها جميلة جدا، لكن محمد صبحي يطلع ويمسك. صبحي يبدأ الهجمة لأحمد صديق، يتقدم صديق من ناحية اليمين
يلعبها الى جودوين. احمد علي ياخد مكان لكن يلعبها لعبد الله السعيد. استلام، طالت الكرة في الاستلام من عبد الله السعيد لكن ما زالت اسماعيلاويه وجودوين. تسديده وصلت لعبد الله السعيد، خطيره جدا التمريره لو مرت لاحمد علي لكن الدفاع الاهلاوي يقطع على طول. طلعت يفشل في استلام الكرة وضغط من شادي يخرجها الى رمي. متالق شادي الحقيقه، بيحتفل بطريقته الخاصه جدا بوصوله للمباراه الافريقيه رقم 100 من الكروم السكندري للنادي الاهلي. 10 مواسم ثم عاد اسكندريه تاني لعروس البحر المتوسط مع الاتحاد، لكن موسم وحيد كان يكفي ثم الى الاسماعيليه والنادي الاسماعيلي هذا الموسم. جودوين استلام من النيجيري يرجعها ورا الحمص. حمص يحاول يمرر لكن اتقطعت. ترد الكره تاني النادي الاهلي. شوقي يلعبها جميله شوقي لكن الدفاع صاحي على طول. دفاع الاسماعيلاوي اتلعب من حمص لصديق على يمينه. حمص وصديق ياخد مكان لكن تتلعب اماميه الى جودوين وفي دفعه من مهاجم الهلال السوداني الاسبق واللي حقق انجازات كبيره جدا مع نادي الهلال في السودان الفتره اللي لعبها 3 مواسم، لكن المره دي دفعه من جودوين لاحمد السيد وضربه حره على النادي الاسماعيلي. في عبد السلام بن جلون اللاعب المغربي موجود على دكه بدلاء النادي الاسماعيلي، قد نراه في الشوط الثاني. محمد محسن ابو جريشه في البدلاء ايضا. مهاب سعيد، احمد الجمل، ابراهيم يحيى وانفراد لشكري لكن تباطأ شكري وضاعت الكرة بطريقه غريبه جدا. وادي الانطلاقه وادي الهجمه المرتده النادي الاسماعيلي. جودوين هيعمل ايه؟ مر جودوين، مشي جودوين لكن في صفاره ولمسه يد على النيجيري. لمسه يد حسبها بدون اشاره من المساعد ولا اي شيء. شافها حكم اللقاء جيروم دامون باحساس الملعب، احساسه ان جودوين، لان هو حتى جودوين كان مديله ظهره لكن هو باحساسه حس ان هي لمست في ايده. وتسديده من احمد شكري لكن ضعيفه وسهله في ايد الحارس محمد صبحي. ادي جودوين او ادي لمسه اليد من الكره المشتركه احمد السيد وجودوين. حسبها جيروم دامون وكانت هجمه خطيره جدا للنادي الاسماعيلي. 3 اهداف في هذا الشوط. 2-1. الوقت بدل الضائع بدا اعتقد لن يزيد عن 2 أو 3 دقائق. الاسماعيلي يريد انهاء الشوط بهذه النتيجه طبعا بكل تاكيد. التقدم دائما والمبادره اسماعيلاويه تقدم بهدف. عبد الله الشحات تعادل بركات ثم عاد للتقدم من جديد احمد علي. كره اماميه ثاني لصديق من اسمنت اسيوط للاهلي للاسماعيلي. صديق، حمص، خيري عمل 1-2 تاني واستلم خيري لكن يزقها دفاع النادي الاهلي خارج الملعب. 2 دقيقتين بالفعل، 2 دقيقتين يعني. شوف اليافطه والكلام عشان اللي ما شافش يشوف اهو. الوقت بدل الضيع 2 دقيقتين وبنلعب في الدقيقه الثانيه بالفعل من يعني الدقيقه الاخيره. خلاص الدقيقه الثانيه والاخيره من الوقت بدل الضائع. خارج الملعب ورمية ضربه مرمى، حسبها ضربه مرمى على عبد الله السعيد. 2-1. اذا هي نفس نتيجه مباراه الذهاب. الاسماعيلي حتى الان ينجح في رد الدين للنادي الاهلي بنفس النتيجه اللي خسر بيها في استاد القاهره، لكن ما زالت المباراه. اعتقد المباراه لسه فيها اهداف. لسه ادي طلعت يلعبها عرضيه، طلعت لبركات، لفرانسيس، لبركات يلعبها جميله جوه منطقه الجزاء وشوقي لكن في صفاره وضربه حره غير مباشره. تسلل على محمد شوقي، تسلل على شوقي في كره اعتقد ان هي كانت الاخيره قبل نهايه هذا الشوط. والمساعد يخطئ في رفع الرايه، يعني حتى الرايه وهي مرفوعه شوف يعني ملفوفه كده ومش باينه وكأن الرايه مش عايزه تترفع. الرايه عارفه ان القرار غلط وان التسلل مش صحيح على محمد شوقي. على اي حال الكره ضاعت، وعلى اي حال كمان جيروم دامون اطلق صفاره نهايه الشوط الاول. اصدقائي المشاهدين، التقدم للدراويش، التقدم لاصحاب الارض 2-1 بهدفي عبد الله الشحات واحمد علي، بينما هدف الاهلي الوحيد سجله محمد بركات.